السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. من منا كنساء أو فتيات لا تحلم بالحصول على أظافر جميلة؟ فالأظافر الجميلة هي جزء كبير جدا من جمال اليدين، لذلك وجب العناية بها وتغذيتها حتى تكبر وتنمو وطبعا تصير قوية جدا جدا. إذا خطتنا لليوم ستكون على كيفية تقوية الأظافر وفي نفس الوقت تحفيزها على النمو وتطويلها إن رغبتن. إذا لعمل هذه الخلطة سنحتاج للمكونات الآتية. سنحتاج للعسل، كما تعرفون غني جدا بمجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المغذية سواء للجلد وحتى للأظافر. سنحتاج أيضا لخل التفاح الطبيعي. هذا خل تفاح مصنوع يعني منزليا وليس الذي يقتنى، لأنه في بعض الأحيان يكون ذو نوعية غير جيدة، لذلك حاولوا صنعه في المنزل حتى تضمنوا أن تحصلوا على خل تفاح يعني جيد ونتائجه تكون طبعا جيدة إن استعملناه في الوصفات. سأحتاج أيضا لماء الورد، وسأحتاج للجليسرين. كما تعرفون هو يعمل على تبييض البشرة وعلى تغذيتها وعلى تخليصنا من التشققات الموجودة عليها. إذن لنمر لعمل هذه الوصفة الرائعة جدا التي تعمل على تطويل وتغذية الأظافر. إذن سنحتاج للكميات الآتية. سأحتاج لربع ملعقة من العسل، يعني القليل فقط من العسل، يمكنكم مضاعفة الكمية إن شئتم. ثم سأضع الجليسرين، سأضع فقط ملعقة صغيرة منه. سأضع أيضا ماء الورد بمقدار 1.5 ملعقة، يمكنكم مضاعفة الكميات إن شئتم. ثم سأضيف القليل مقدار 0.5 ملعقة فقط. وطبعا سأضيف خل التفاح الطبيعي، سأضيف فقط ربع ملعقة، يعني القليل فقط منه. إذن فقط كما قلت يمكنكم عمل كمية أكبر إن شئتم. بعد ذلك سأقوم بخلط الكل جيدا حتى يذوب العسل والجليسرين وماء الورد. استمروا بالتحريك حتى يذوب الكل، وبعد ذلك قوموا بوضع الكل في علبة زجاجية واحتفظوا بها في الثلاجة لحين استعمالها. وبعد ذلك يعني تأخذون القليل من هذه الخلطة وتقومون بتطبيقها على الأظافر يوميا، يعني هذه الكمية ستكفيكم يعني لمدة تفوق الأسبوع، لأننا سنضع فقط القليل على الأظافر، يعني بشكل يومي نضعها حتى نضمن أن نغطي أظافرنا وحتى تصير قوية، وطبعا هذا سيجعلها تنمو بوتيرة أسرع لأننا نغطيها كل يوم. بالاستمرار على هذه الخلطة ستلاحظون نتائج أكثر من رائعة، بحيث تصبح أظافركم صحية ولونها جميل جدا، كما أنها ستطول بسرعة كبيرة جدا جدا. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة لتطوير الأظافر ولتقويتها. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم الرائعة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.